ولد عبد الله وزان في مدينة أمستردام الهولندية سنة 2008 لأسرة مغربية مهاجرة. تربى في بيئة مزيج من الثقافة الأوروبية والهوية العربية. من صغره كان عبد الله يعشق الكرة، يلعب في شوارع المدينة وأزقتها، حيث كان يلقب بأصغير مودريتش بين أصدقائه بسبب أسلوبه الذكي في التحكم بالكرة وقراءته للملعب. في سن 7 انضم إلى أكاديمية أياكس الشهيرة، وهي واحدة من أبرز المصانع الكروية في أوروبا. هناك خضع لتكوين صارم ومهني، وتعلم منذ صغره مبادئ التمرير، الضغط العالي واللعب الجماعي. في سن 13 بدأت عيون الكشافين تراقبه عن قرب. كان عبد الله يلعب في مركز الوسط المتقدم، ويملك قدرة فريدة على كسر خطوط الخصم بالتمريرات القصيرة والطويلة. مدربو إياكس لم يخفوا إعجابهم، ووصفه أحدهم: هو ليس موهبة فقط، هو مشروع لاعب عالمي. تدرج في فرق الفئات العمرية، ومع بلوغه 16 سنة بدأ يستدعى للفريق الثاني لأياكس. في بعض المباريات قدم تمريرات حاسمة ولمسات سحرية جعلت اسمه يتردد في الصحف الهولندية. رغم أنه ولد في هولندا، اختار عبد الله تمثيل منتخب المغرب نزولا عند رغبة عائلته وحبه لهويته الأصلية. استدعي لمنتخب المغرب تحت 17 سنة، وشارك في بطولة أفريقيا 2025. خلال تلك البطولة كان أحد أبرز نجومها، حيث صنع 3 أهداف وسجل هدفا حاسما ضد السنغال. فاز المغرب بالبطولة، وكان الوزان دور كبير في هذا الإنجاز، مما جعله محط أنظار الإعلام العربي والأوروبي. بعد نهاية كأس إفريقيا دخلت أندية كبرى على الخط. تقارير صحفية أكدت أن نادي برشلونة الإسباني بدأ مفاوضات مع وكيل أعماله، كما عرض بايرن ميونخ خطة لتطويره من خلال إدماجه تدريجيا في الفريق الأول. برشلونة أرسل كشافيه لمتابعته، وأعجبوا بقدرته على التحكم في نسق المباراة تحت الضغط، وهو ما يفتقده الفريق في ظل غياب لاعبين بصناعة تشافي أو إنيستا. لكن ما لم يكن في الحسبان هو دخول ريال مدريد على الخط في آخر لحظة. بفضل علاقات قوية بين مدير التكوين في مدريد ووكيل وازان، تم عرض خطة سرية، توقيع أولي مع بقاء اللاعب عاما آخر في أياكس قبل الانتقال الرسمي في صيف 2026. ريال مدريد تحرك بسرعة وأقنع العائلة بجدية المشروع، ووعده بتكوين مشابه لما حصل عليه فينيسيوس ورودريغو. وفي لحظة تغير كل شيء. العديد من المحللين شبهوا عبد الله بلاعبين كبار، منهم لوكا مودريتش بسبب رؤيته الثاقبة، ومنهم زيدان بفضل لمساته الفنية. لكن الحقيقة أن عبد الله يملك أسلوبه الخاص: خفة الحركة، الرشاقة في التحول من الدفاع للهجوم، وجرأة عالية في قراراته داخل الملعب. يقول أحد المحللين الإسبان: لو استمر بهذا التطور فقد نكون أمام أفضل لاعب وسط في جيله خلال 5 سنوات. تكتيكيا عبد الله لاعب وسط هجومي يتمركز بين الخطوط، يبرع في إيجاد المساحات وتمرير الكرات العمودية. لديه دقة تمريرات تتجاوز 90% في آخر 20 مباراة. يجيد اللعب تحت الضغط ولا يخشى الاحتكاك البدني رغم بنيته المتوسطة، كما أنه يتميز بتسديدات دقيقة من خارج المنطقة وتمريرات طويلة تغير اتجاه اللعب بسرعة. في هولندا عبر الجمهور عن أسفه لفقدان موهبة تمثل البلد في الفئات السنية. أما في المغرب فاحتفل به كأحد أبناء الجيل الذهبي الجديد. في إسبانيا بدأت المقارنات المبكرة مع لؤلؤة لاماسيا لامين يامال. وسائل الإعلام الإسبانية وصفته بالصفقة الذكية لريال مدريد، خاصة أن برشلونة كان قد بدأ فعليا في خطوات التفاوض، لكن تأخره سمح للغريم بخطف الصفقة. من المتوقع أن يلتحق عبد الله وازان بريال مدريد في صيف 2026 ليبدأ رحلة جديدة مع الفريق الرديف أو الفريق الأول بحسب تطوره. إدارة مدريد ترى فيه مشروع نجم مستقبلي، وتخطط لتكوينه تدريجيا كما فعلت مع فيدي فالفيردي. الأنظار الآن موجهة إليه، والجمهور ينتظر أول ظهور رسمي له بقميص الميرينجي. هل سيحقق التوقعات؟ هل سيكون فعلا قطعة جديدة من الجيل الملكي القادم؟ الأيام وحدها كفيلة بالإجابة.